قوتك كدولة بتبان وقت الأزمات العالمية المستعصية. يعني لما يكون في حرب في منطقة ونزاع وانت بتعيش في أمان وعندك وفرة من الخيرات، هتقدر ساعتها تحقق أعلى فائض من ثرواتك الطبيعية ومخزونك الاستراتيجي، سواء في غذاء أو طاقة، لأن دول هم المحورين المهمين جدا لأي بلد، واللي بيدوها قيمة كبيرة جدا وسط البلاد اللي حواليها. الدول العظمى دايما بتحارب عشان تجذب ليها كل اللي عندهم ثروات، والتاريخ مليان بالنماذج الكبيرة والكتيرة جدا في الصدد ده. الجزائر واحدة من الدول دي، ليها أبعاد قوية جدا وعلاقات مميزة وشريك اقتصادي مهم بالنسبة للدول العربية والأجنبية كمان. ليها مواقف قوية من دعم روسيا والشركات الأمريكية بتتهافت عشان تخرج كنوزها الكتيرة في عز أزمة الطاقة وحروبها اللي مغرقة كوكب الأرض. الجزائر بقى مع مين في حرب الأقطاب والطاقة اللي شغال حاليا؟ تعال ندردش مع بعض ونعرف إيه هي قصة هروب شركات الطاقة للجزائر. عايزك تعرف إننا مش بنعكس الكواليس، لكن بنتعمق في الحدث وبنقول الجديد. تابعنا للنهاية عشان تعرف معايا أنا محمد فرج كل حاجة صح في المراية. واحنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل في البداية سؤال جاي من طريق رأس الرجاء الصالح، ونقول هل الجزائر هتقدر تأمن الغاز الأوروبي في وقت ما الاتحاد الأوروبي بينوي إنه ينوع مصادر الطاقة اللي عنده ويقلل من اعتماده على الغاز والنفط الروسي؟ كانت المنطقة اللي ظاهرة قدامه واللي الكلام عليها والقصد والنية أشهر من نار على العالم هي منطقة البحر المتوسط، واللي تعتبر من المناطق اللي بتساهم في تعزيز أمن الطاقة الأوروبية. الجزائر بتوفر 10% من واردات الاتحاد الأوروبي. كمان شركات النفط العالمية إيني أبرمت اتفاق مع مصر والجزائر عشان يوصلوا الغاز عن طريق الأنابيب اللي بتعدي من البحر المتوسط. واتقال إن مصر والجزائر عندهم أكبر احتياطات من الغاز في منطقة شمال أفريقيا. فزي ما الأوروبيين ناويين يكثفوا تعاملهم مع الجزائر، ممكن العجلة تدور علينا برضه إحنا كمان، وده الأكيد وده اللي جاي. بس خلي كل حاجة في وقتها يا ريس. إيه علاقة الجزائر بالأوروبيين؟ الرئيس الجزائري بيسعى لتنشيط دور بلاده بصفتها قوة إقليمية، والتعامل مع الاضطرابات في الدول المجاورة، وتعزيز اقتصادها قبل الانتخابات الرئاسية في 2024. وحط تحت اللي أنا قلته ده خط. الجزائر ليها علاقات ومصالح مهمة قوي مع الأوروبيين، وبتعتبر دولة الجزائر طوق النجاة بالنسبة لكتير من الدول الأوروبية زي فرنسا وإيطاليا وغيرها. وده لما تدهورت العلاقات مع روسيا والدول الأوروبية والغاز في القارة كلها. عشان كده زيارة الرئيس الجزائري لروسيا كانت أكبر دليل، وهو إنهم حريصين على إنهم يحافظوا على حالة من التوازن والاستقلالية بشكل يخليهم ما يدخلوش في الصراع اللي شغال، وفي نفس الوقت ما يعطلوش مصالحهم. خصوصا ان الجزائر في وضع بيسمح لها ان هي تحقق اكبر مكاسب على الناحيه الاقتصاديه من التقلبات الدوليه دي. وفي اخر سنه ونص الجزائر بتعتبر واحده من اكبر الاطراف اللي عرفت تستثمر بشكل كبير في الحرب الروسيه الاوكرانيه. عطش الاوروبيين للطاقه. الاوروبيين عندهم عجز في الطاقه والغاز الطبيعي، فلجأوا للجزائر وتحديدا شركه اكسون موبيل. والشركه دي امريكيه، بتعتبر من اهم الشركات العالميه للنفط والغاز، واللي بتستعد لدخولها سوق الجزائر خلال الايام اللي جايه. وزي المثل اللي بيقول مصائب قوم عند قوم فوائده، هنلاقي اثار الحرب الاوكرانيه بتعزز مكانه الجزائر بصفتها مزود للطاقه. يمكنه المساعده في سد فجوه امدادات الغاز مع توقف تعامل الدول مع روسيا. وقبل ما نسرد الكلام لازم نقول حكايه شركه اكسون موبيل الامريكيه. من كام سنه اكسون موبيل بعتت مهندسين وعمال عشان يشتغلوا على منصه لحفر السواحل البرازيلية، وده كان على أمل إن هم يقدروا يجمعوا كمية كويسة من النفط. فبدأوا يحفروا على عمق تقريبا 300 متر تحت المياه. الحفر ده قعدهم حوالي شهرين، لكن الصدمة بالنسبة لهم إن بعد الحفر ده لقوا الحفرة ناشفة ومفيش بترول نهائي. ساعتها الصدمة كانت كبيرة طبعا، تعب ومجهود وفلوس راح في الهواء. طبعا المشكلة مش هنا بس، ولا دي أول مرة وخلاص، لا دي كانت تالت مرة يروح أملهم على الفاضي. وبعد اللي حصل ده الامريكيين زهقوا وتعبوا وقرروا ان هم هيوقفوا انشطه التنقيب عن النفط في البرازيل. وكفايه اللي حصل لحد كده وشكرا وسلام عليكم. رجوع اكسون موبيل للبرازيل مره تانية بعد ما الشركه الامريكيه جربت حظها اكتر من مره في البرازيل وكان فلوسهم بتروح في الارض. لاحظوا ان في شركات بتحفر وبتلاقي بترول عادي، فقرروا يجربوا حظهم من جديد. ورجعت من تاني تضخ فلوس في انشطه النفط، ودفعت للحكومه البرازيليه مليارات، وده بس عشان تاخد حق التنقيب. دفعت ساعتها حوالي 6.8 مليار دولار مقابل حصولها على حق الاستكشاف. لكن للأسف حقوق الاستكشاف دي قايمة على الحظ.
انت بتدفع فلوس وانت وحظك، يا اما كانت تطلع قماش زي ما بيقولوا، يا تفضل ارض بور، لانك ممكن تحفر تلاقي اكبر بير بترول في العالم، وممكن تحفر ما تلاقيش حاجه خالص زي ما حصل مع الشركه دي قبل كده. فحفرت 3 ابار، لكن للاسف برضه كميه النفط ما كانش ليها فايده قوي، وكانت قليله جدا. وده اللي خلى الشركه الامريكيه تسيب البرازيل من تاني وتوقف انشطه التنقيب للمره الثالثه. الشركه نفسها اعلنت انها خرجت من روسيا، وده بعد ما صادر الرئيس الروسي حصتها في مشروع النفط والغاز الروسي، وساعتها خسرت 4 مليار دولار، وده كان حجم قاعدتها أصلا. فالشركة شافت ضربات كتير ورا بعض في مواضيع الاستكشافات والتنقيب وغيره، وكانت منحوسة جدا. فزيادة القاعدة الإنتاجية ليها كانت أولوية كبيرة بالنسبة لشركات النفط والشركات العالمية للنفط دي. وزعت جزء من أرباحها، لكن لسه عندها مليارات مطلوب إن هي تضخها في صورة اتفاقيات رأس مالية عشان العجلة تفضل دايرة لفترة كبيرة. الاتفاق الرأسمالي هيتم ضخه في أي بلد. أول مكان هيجي التفكير عليه هو أمريكا، لأن عندها أكبر قاعدة للطاقة. فمن الطبيعي ومن غير تفكير كتير إن أمريكا توجه الجزء الكبير من عمليات الاستكشاف والتنقيب عليها. لكن المفاجأة إن ده ما بيحصلش على أرض الواقع يا ريس، لأنه بعيدا عن القيود التنظيمية اللي اتحطت في مجال النفط الأمريكي في قضية المناخ، أمريكا عندها مشكلة ملهاش حل، وهي إن نسبة إنتاجهم بيقل جدا، وإنتاجهم من النفط قليل قوي. وبالشكل ده وبالوضع ده هيقل إنتاج النفط بشكل عام، وسوق النفط الصخري في أمريكا بيقرب من الانحدار خلاص. وبناء على ده ما نقدرش نحدد السوق الامريكي كخيار مثالي لشركات النفط والغاز. اهتمام امريكا بقى بالجزائر جه منين؟ الجزائر بتعتبر واحده من اكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم. في بدايه الشهر اللي فات اكسون الامريكيه وشركه شيفرون العالميه بداوا مفاوضات مع الجزائر عشان صفقه المفروض ان هي هتسمح ليهم لاول مره بالتنقيب عن الغاز في شمال افريقيا، وفي دوله غنيه بالغاز زي الجزائر. اكسون لسه ما خلصتش من مفاوضاتها، لكن شيفرون وقعت اتفاقيه مع الجزائر واللي هتسمح ليها البيانات تخص تلت احواض من النفط والغاز. ايه اللي بيخلي الجزائر اختيار مثالي للشركات الامريكيه؟ احتياطات الجزائر بتتميز ان عندها هيدروكربونات كتيره جدا مش مستغله بشكل صحيح. يعني الاحتياطات المؤكده من النفط والغاز في الجزائر موجوده على مساحه 1.5 مليون كيلومتر مربع، واللي بيتم استغلال حوالي 41% بس من المساحه دي. الجزائر فيها فرص كبيرة جدا للاستفادة من الغاز الطبيعي، والشركات العالمية الأمريكية قادرة على إنها تساعد الجزائر في استغلال مواردها المهملة. يعني من الآخر عملية اقتصادية مهمة جدا الجزائر داخلة فيها بغازها الطبيعي، والشركات الأمريكية العالمية داخلة بيها بفلوسها، وهو كله بيستفيد في الآخر. الرئيس تبون شدد على إن الجزائر سياستها عدم الانحياز، وقالها بالفم المليان: روسيا أصدقاء وأمريكا أصدقاء، ما عدا الدول اللي معانا فيها مشاكل جذرية. يعني أنا بمسك العصاية من النص، واللي بلدي هتستفيد منه أنا همشيه وأنا مغمض. مصالحنا مهمة وقبل كل شيء. الراجل طبق المثل اللي قال: اللي تكسب به العب به، وده حق وحق أي بلد عايزة تنهض. احنا كده خلصنا. قول لنا في التعليقات رأيك في موضوع النهاردة عشان نطور المحتوى، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد. فريق عمل المراية تشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الشير. السلام عليكم ونشوفكم على خير.